انا اتجوزت بقالي 8 سنين، كان جوزي على قده خالص وكده، واهلي كانوا ناس ميسورين وكده، فطلب مني اني اساعده. فقلت له ماشي. فكانت والدتي الله يرحمها موجوده، فرحت طلبت منها مبلغ، فاخد مني المبلغ واشتغل وربنا كرمه، وبعت بعديها صيغتي اللي هو اصلا ما كانش جايبها، هو كان بابا برضه اللي جايبها، ومشينا على هذا الاساس. ربنا كرمه. بابا اللي كان جايب الصيغه؟ لا بابا اللي كان جايبها. وهو جاب لك ايه يا صبيه؟ جاب لي دبله ومحبس والله. وهو جاي من المنوفيه؟ جاب لي دبله ومحبس. طيب يا حبيبتي، ووالدي اصلا راجل انتوا بتجيبوا محبس ليه؟ كان بيسر. انتوا بتجيبوا محبس ليه؟ ما صوابعكم بسم الله ما شاء الله غليظه وقد كده، والدبله تدخل مش خارجه، هتحبسوها ليه؟ مش عارف. طيب ماشي. المهم ما علينا. حصل. عارفه لو طلعت حاجه بكره اسمها مدبس يقول لك الدبله والمحبس وانت ما جبتش المدبس. ده النهارده احمد بيه ده واخويا رئيس مجلس الوجوه الناظره مجلس ادارتها بيقول لي ده في حاجه اسمها ثلاجه وبنتها والبوتاجاز وابنه ومش عارف ايه، وبيجهزوا البنات كده. قلت له ابنه ايه؟ قال لي يعني تجيب الثلاجه وتجيب فريزر، تجيب الفرن البوتاجاز وتجيب الفرن. مش سنين زرقاء؟ وانتوا عندكم حاجه تحطوها في الثلاجه لما تجيبوا ثلاجه ودي فريزر؟ وعندكم دي هتخبزوا؟ لكن كلكعه عكا يعكوا عكا عكا يعكوا انا متاكد الاطفال بتوعكم دلوقتي عمالين يتهزوا معايا كده وبيحفظوها وبيقابلوني في الشارع يقولوا عكا يعكوا عكا. قولي يلا. المهم يا دكتور ربنا كرمه الحمد لله، والتجاره بتاعته مشيت. فطبعا اوعي يكون في اخر القصه اتعرف على واحده. لا لا لا. طيب هكمل لحضرتك. بص حضرتك، انا ما عنديش مانع في الشرع. هو كان متعرف على واحده وقلت له خد الشيخ حتى وبيعها واتجوز، وهو ما رضيش. ما هو حصل اهو. لا لا ليه بس؟ لا ما هو مش ده الموضوع بقى. الموضوع الثاني خلص في اول الجواز وهو ما رضيش يتجوزها والله، مع ان انا وافقت انه يتجوز الثانيه والثالثه. ما هو شرع ربنا، انا ما اقدرش. الله يفتح عليك يا رب. حلو قوي. كملي قولي يا اختي. هو اللي مزعلني بس حاجه ثانيه. الايه؟ ان المضايقات بدات من حماتي والغيره ومن اخوات جوزي. فالمشكله ان انا لحد دلوقتي يعني هو انا شايفه ان ربنا كرمه، بس هو مش راضي يجيب لي الصيغه دي اللي هو باعها. مش عارفه هو ده بقى بخل ده ولا ايه؟ حقك. عنده اخ ما بيشتغلش، هو بيساعده بمبلغ كل شهر، متجوز وعنده 3 عيال. مش هو جاب لك الصيغه؟ لا ما رضيش، مش فاضي. ما رضيش؟ يقول لي لا لما الظروف تتحسن. انا يعني استثمر مالها عشان تعرفوا وتعيشوا معايا. انا فاهم ولا لا؟ وهي لا لسه ده غير معايا. كده كمان انا خدت ورثي قريب من ماما بقى توفت الله يرحمها، اخدت الورث كله اديته له، وهو فضل يقول لي انا مزنوق فانا لازم اقف. طبعا لازم. وانا ليا منه 3 اولاد، مين اللي هيقف جنبه مثلا؟ فوقفت تاني واديته الفلوس. المهم لي اخ ما بيشتغلش، كان شغال في وظيفه حكومه، طبعا كان بيغيب فاترفض مرتين ودلوقتي مش راضيين يرجعوه، فهو بيساعده شهريا بمبلغ من المال. ماشي. جت طبعا من كتر المضايقات دي حماتي خلتنا طفشنا وسيبنا الشقه، واخد لي صراحه شقه ايجار. يعني هو لما لقاني خلاص مش قادره اتحمل امه واخوه سباب بقى بالفاظ نبيه ما تتخيلش. فوالله وكانت مشاكل متبادله بقى، يعني هم كانوا بيعملوا معايا مشاكل وانا كنت بعمل معاهم مشاكل، عشان ما نكذبش على ربنا كنت برد عن نفسي، لان هو كان فين وفين على ما بيدافع عنها. طيب. فالمهم اخد لي شقه ايجار وكده، ودلوقتي امه طالعه لي في موضوع انه يساعد اخوه الثاني اللي هو اصلا برضه ما بيشتغلش وعايزه اتجوزه. هي دلوقتي عملت له شقه وبتظبطها وعايزاه يساعد اخوه الثاني. فانا مش عارفه اعمل معاه ايه. اقف له بقى واقول له لا انا عايزه فلوسي وعايزه ثقتي وعايزه الفلوس القديمه، ولا اصبر برضه زي ما صبرت المرتين اللي قبل كده، ولا اعمل ايه؟ علاوه على ان برضه كل شويه تقول له لا روح لاختك، روح لعمتك، روح لخالتك. الزيارات هنا بقى مش لله، لازم الزياره يبقى فيها شيله وشيله بمبلغ. طبعا. احنا بقى لو عينا لو حصل لنا اي حاجه محدش بيجي، ولا حد هيعبركم في الشبشب. ما بيعبروناش حتى والله لو ولا حاجه خالص. حاجه بس مش بيجوا. هي المشكله ان هم عايزين اللي يروح. حتى انت لو هتروح زياره من غير ما بتشيل الشيله دي هم ما بيعبروش اصلا. اللي بيروح شوفي هقول لك على حاجه يعني. استني بس، هي كانت الصيغه بكام؟ نعم الصيغه كانت بكام؟ الصيغه كانت عامله 10000. والميراث؟ الميراث كان عامل 70. كان عامل 70 يعني حزب كان عامل 10. استني بس نقول ان ليكي في ذمه هذا الرجل، وطبعا لابد ان هو يكون سامعني، واللي زيه اللي مش قادرين يتصلوا يكونوا سامعيني. ال80 دول ممكن يدوه جهنم، لان مش مراته فلوسها فلوسي، ده كلام علي كسار. انما يا حبيبي دور الدين في رقبتك لازم تسددهم، وعشان تسددهم ابو 10000 من 10 سنين او من 15 سنه النهارده يجي له ب 30000 لازم تديها 30000.
وكذلك الميراث يا عنب. اصحى لنفسك وخلص روحك قبل الذهب ما يغلى، والعشرة يبقوا 100,000 عليك دين هتسأل عنه وانت في التراب يا باشا. أول كلكيعة تقابلك هي الديون اللي عليك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما بيصليش على واحد مديون. أعليه دين؟ يقولوا أيوه، يقول صلوا على أخيكم، ولا يصليش عليه. وقالوا العلماء في الكلام ده لأن من اقترض ونوى السداد أعانه الله، ومن اقترض ولم ينوي السداد بدده الله، فمات مدينا مغضوبا عليه.